تمام. طب نرجع تاني بقى للفيلر يا دكتور. احنا قلنا لو للاسف حصل اي نوع من يعني حد من المشاكل لحاجه بنقدر يعني في احيانا في ادويه، عايزين ندي الناس امل بس ان احنا ممكن لو اضطرينا. هو في ادويه وفي تقنيات طبيعيه زي البلازما والحاجات دي احيانا بتفك فعلا لما بتتعمل كذا مره ورا بعض، احيانا بتفك المشاكل اللي معموله. بس للاسف في بعض الحقن يا جماعه هي جوده الحقنه تركيبها ما بيتفكش، ما فيش حاجه بتتعرف عليه. لو في جواه مواد بلاستيكيه بنسب عاليه شويه مش هتتفك. فعشان كده بنقول الغلطه في الفيلر بفوره. لازم الناس تركز يعني لازم وتختار المكان المناسب والدكتور المناسب، الدكتور اللي حقن مره واثنين وعشرة، الحقنه المظبوطه اللي مناسبه لسني، مناسبه للمشكله اللي عندي، الحقنه المرخصه واشوفها بعيني، مش مجرد اروح اقعد. انا واثقه طبعا في ربنا سبحانه وتعالى، واثقه في الدكتور وكل حاجه، بس ما فيش مانع ان الفيلر تحديدا، انا ما بقولش كمان البوتوكس، انا بقول الفيلر تحديدا شوفي بتتحقني ايه، مش هيحصل مشكله. اطلبي انك تشوفي تاريخ الصلاحيه بتاعت الحقنه، اطلبي انك تشوفي الحقنه دي تصنيع ايه، اطلبي انك تشوفي ترخيص وزاره الصحه بيبقى مطبوع على العلبه. تمام، حاجات مهمه. اطلبي انها تتفتح قدامك. الحاجات دي اساسيه، لان يمكن بعض المشاكل حضرتك مش بتبقى بسبب الحقنه، قد ما بيكون سبب التلوث مثلا. ممكن الحقن نفسه يكون التكنيك اللي اتعمل بيه حصل شويه تلوث، يعني مش يعني شرط ان تكون الحقنه مثلا مغشوشه. يعني انا مثلا عايزه اقول لحضرتك ان اكبر مشاكل بتحصل نتيجه التلوث، الانفكشنز اللي بتيجي بعد كده. يعني حقنه كلكعت ممكن بعد كده تتطور وتتوحش وتعمل مشاكل. اما لو بعد الشر في انفكشن ده مش هيستنى بعد كده. ده للاسف اللي ممكن يسبب حالات وفاه ده للاسف الشديد طبعا. لو الانفكشن سرح بقى ووصل للمخ بقى وعمل مشاكل كبيره واكتشف متاخر كمان، يعني وما تلحقش صح وما تعالجش صح، وعلى طول لازم مستشفيات. بس عاده يعني انا عايزه اقول لحضرتك جمله مهمه برضو، الماده المظبوطه المرخصه اللي شغالين بيها احنا بقالنا اكتر من 20 سنه، يعني مش هقول لحضرتك لو اتحقنت، لو اللي بيحقنها مش بيشوف مش هقول مش طبيب، لو اللي بيحقنها مش شايف، لو اللي بيحقنها حقنها في مكان غلط، لو اللي بيحقنها حقنها قديمه، مش هتعمل الكوارث دي. مفيش ماده كويسه مظبوطه مرخصه موجوده في السوق من سنين ومعروفه تعمل كوارث او تؤدي الى وفاه او الكلام ده نهائيا مش موجود.